في بعض الادويه لو بتاخدها لازم تاخد بالك كويس قوي ان هي بتزود من حساسيه الجلد بتاعنا لاشعه الشمس، سواء بشرتك او اي منطقه في جلدك متعرضه لاشعه الشمس. بمعنى تعمل حاجه اسمها سكين فوتوسنسيتيفيتي، يعني لو اخدت الادويه دي وتعرضت للشمس فانا هتعرض اكتر لحدوث التهابات او حروق كمان من اشعه الشمس لو ما اخدتش بالي واخدت او التعليمات اللازمه، كل منها انك تقلل من فرص تعرضك لاشعه الشمس طول ما انت بتاخد الادويه دي، خصوصا وقت الظهيره. ولو هتتعرض ليها مهم انك تحافظ على استخدام صن بلوك مناسب لنوع بشرتك. سيب لك لينك فيديو ليا او الكومنت بشرح فيه ازاي نختار الصن بلوك المناسب لنوع بشرتنا. كمان تغطي جلدك قدر المستطاع بملابس تكون خفيفه وما تكونش غامقه زي اللي انا لابساها دي. تلبس ملابس تبقى من القطن وتكون الوانها فاتحه عشان ما تمتصش الحراره. واخيرا بقى الادويه اللي انا بتكلم عنها دي هقسمها لكم حسب استخداماتها. اول حاجه المضادات الحيويه اللي بتحتوي على مواد فعاله زي الدوكسيسايكلين، السيبروفلوكساسين، الاوفلوكساسين، الليفوفلوكساسين، كمان بعض مضادات الاكتئاب اللي بتحتوي على ماده الاميتريبتيلين، واشهر ادويه علاج حب الشباب اللي بتحتوي على ماده الايزوتريتينوين. كمان ادويه مضادات الفطريات اللي بتحتوي على ماده فعاله باسم الفوريكونازول او الاتراكونازول. كمان ادويه الكانسر او الكيموثيرابي اللي بتحتوي على ماده باسم الفلورويوراسيل. كمان الادويه اللي بتحتوي على ماده الميزوتريكسيت. ودي طبعا مش كل الادويه اللي ممكن تعمل سكين فوتوسنسيتيفيتي، ولكن دول اشهرهم. ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي في الكومنتس وهرد عليكم. ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال. كنت معاكم دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال.